الاستاذ مظهر عاشور غلط، غلط غلط كبير. بس المشكله بقى ان في ناس غلطت غلط اكبر من الغلط اللي غلطه الاستاذ مظهر عاشور. تعال اقول لك ايه اللي حصل. يا جدعان خلينا متفقين ان هو غلط غلط كبير، بس الغلط الاكبر ان كل التعليقات بقت خلاص اهلي وزمالك، اهلاويه بيردوا على الزملكاويه ان فيها غلط، وزملكاويه بيردوا على الاهلاويه ان في غلط. الموضوع اصبح ان احنا بنتكلم في الموت على انه اهلي وزمالك. يا جدعان ده موت موت والله العظيم. الموت ما فيهوش لا اهلي ولا زمالك ولا اي فتش في الكوره، ده موت. الموضوع كبير قوي، ومن كتر ما هو كبير قوي انا حاسس ان في كارثه هتحصل. والله كده زي ما بقول لك الموضوع بقى خطير جدا. وخلي بالكم بقى من حاجه، في لجان شغاله على الموضوع دوت، عشان انا حاسس ان في كارثه بيوضبوا لها. يعني ايه؟ لا قدر الله في ممكن حد من مسؤولين النادي الاهلي او من لاعيبه النادي الاهلي يموت. ساعتها بقى اتفرج يا معلم، هتلاقي ايه؟ جمهور نادي الزمالك يفتكر القصه بتاعت مظهر ويقول لك فلان الفلاني الاهلاوي مات احسن، ويقوم جايب لك كلام مستفز جدا عليه. فنيجي نبص نلاقي ايه بقى؟ جمهوري الاهلي المحترم اللي كان متضايق من مظهر عاشور في موضوع محمد صبري يجي يقول لك بص بقى الزملكاويه، يعني احنا كنا متعاطفين معاهم في الحوار بتاع محمد صبري، ودلوقتي داخلين يشمتوا في فلان الفلاني اللي مات، يبقى اذا كان استاذ مظهر عاشور عنده حق. وتيجي تبص تلاقي ايه؟ اللي شتموا مظهر عاشور من جمهور الاهلي ساعتها يقول لك تصدق بقى ان الراجل ده كان عنده حق، والدنيا تولع، واصبح الموضوع ما بقاش موضوع ايه؟ موت. لا بقى احنا بنشمت بعض في اي حاجه بتحصل، لدرجه ان احنا بنشمت مع بعض في الموت، وهنشمت مع بعض بسبب حد مات، وهي دي اكبر كارثه هتحصل لنا. اقسم بالله العظيم احنا كده ممكن نكون داخلين على كارثه كبيره جدا بسبب تعليق واحد مش مظبوط قام رامي كلمه، الدنيا ولعت ما بيننا دلوقتي حاليا وبنحاول نلمها. بس نخلي بالنا عشان في حوار مش مريحنا نفسيا. مظهر عاشور عمل الكومنت ده، وفي ناس كتير جدا غير مظهر عاشور عملوا كومنتات سيئه وسلبيه يمكن يكونوا اكتر من مظهر عاشور. اشمعنى الكومنت بتاع مظهر عاشور هو اللي اتبروز كده وظهر للناس كلها، وفجاه بقى الفيسبوك كله بيتكلم على مظهر عاشور، مع ان في واحد اسمه حسن سمنه عامل اكتر من اللي عمله مظهر عاشور ومحدش اتكلم عليه قوي؟ فتفتكروا ليه؟ على فكره انا مش بتكلم معاك في نظريه المؤامره، لا انا بتكلم معاك في حوار بيحصل. انا نفسي افهم ايه اللي جاي او مين اللي بيخطط اللي جاي. اصلا زي ما قلت لك رصدت تعليقات كتير فيها اهانه وشتيمه لمحمد صبري بعد ما مات. اشمعنى الكومنت بتاع مظهر عاشور؟ وعلى فكره مش بدافع عنه، اللي اسره محمد صبري الله يرحمه عايز تعملوا معاه تعملوا معاه وتاخد الاجراءات القانونيه وتاخد كل حاجه، بس انا خايف من اللي جاي. والله العظيم انا خايف من اللي جاي. انا بشم حاجات لما بتحصل بعدين اصحابي يقولوا لي هو انت انا كنت عارف؟ اقول لهم لا، في حاجات كده وخطوط انا بمشي عليها، فبعد كده لا قدر الله بتحصل الكارثه يقول لي انت صح. فانا بصراحه في الموضوع دوت ان اطلع صح نهائي، انا مش عايز اطلع في الموضوع ده صح، انا عايز الم الدنيا من دلوقتي. خلي بالكم من الكارثه الجايه كده، احنا داخلين ان حتى في الموت هنقول اهلي وزمالك، وده موضوع كبير، فالمفروض نحترم نفسينا. ده موت اكبر مني ومنك ومن اي حد على وجه الارض، موت والاحترام. الموت ده بتاع ربنا بس، حتى لو مين من اللعيبه مات اوعى تطلع تقول كلمتين مالهمش اي لازمه عليه، لا الله يرحمه وخلاص، وحط لسانك في بقك واللي عايز تقوله قوله في سرك وما تفتحش بقك خالص ومنك لربنا. لكن على المشاع كده الموضوع مرعب، اقسم بالله العظيم الموضوع مرعب. اوعوا يا جدعان نروح للحته ديت، الحته دي خطيره جدا. فلان مات اصله اهلاوي واللي فلان مات اصله زملكاوي واللي موت موت، وكلنا هنموت في ثانيه، كلنا هنموت. ودينا شايفين كل دقيقتين ثلاثه الاقي فلان عمل حادثه، فلان مات. ابويا كنت قاعد لا بيا ولا عليا، فجاه لقيت التليفون جاي لي الحق ابوك مات، ففي ثانيه كلنا بنموت. فمش حابه خالص ان احنا نموت على معصيه، او نموت ان احنا كنا شاتمين فلان اللي مات، وفلان اللي مات دوت ممكن يقتص منك. فالموضوع صعب جدا عليك، بس انت للاسف مستسهله، والموضوع مش سهل خالص. اوعى اصلا تشمت في الموت على اي حد. انا كان ليا عند حد فلوس كتير من زمان قوي، والراجل ده مات، قمت يا ربنا اللي هيحاسبه وهيجيب لي حقي، وان شاء الله هاخد حقي. ولما بيضيق عليا الحال ساعات قام قال ايه؟ يا ريتني كنت خدت الفلوس دي من فلان الفلاني، وابدا ازعل بقى على الفلوس. قام قال ايه؟ الحمد لله رب العالمين ان انا ما خدتهاش منه، اهي رصيد ليا في الاخره، فانا اكيد عملت حاجات غلط، فلما ربنا يحاسبني عليها وما قال له ايه؟ طيب انا كان ليا عند فلان فلوس، يا رب خدها مقابل الحاجه دي، وبصبر نفسي والحمد لله رب العالمين اهي ماشي. مع انه كان مبلغ كبير جدا، بس انا لازم استحمل. ما ينفعش بقى ان هو مات وقدام اهله وقدام الدنيا كلها اكتب حسبي الله ونعم الوكيل، او اروح لهم اقول لهم حسبي الله ونعم الوكيل، مع ان ده حق على فكره. بس انا شخصيا ما بحبش الموضوع دي. ليه؟ عشان الموت خط احمر. فربنا يرحم الكابتن محمد صبري
ويرحمنا احنا بقى شخصيا، عشان انا شايف ان الدنيا بتبوظ مننا، واصل ده اهلاوي وده زملكاوي. الموضوع مش اهلي وزمالك، ده موت، ولازم نحترم الموت، ولازم نحترم نفسينا، ونخاف من ربنا في تعليقاتنا. اللي يموت نكتب الله يرحمه، وحط لسانك في بقك، وشكرا وسلام عليكم. لو الفيديو عجبك اشترك في القناه وفعل الجرس وتابعني. سلام عليكم.